عملت خلطة للأرنبيط شبه التلحيسة بالنشا اللي عملناها للسمك قبل كده، مع زيادة بعض المقادير والعناصر ضفناها برضو بتحافظ على الزيت، بتخلي الأرنبيط لونه حلو وبتخليه يطلع مقرمش، وأهم حاجة إنها تحافظ لي على الزيت ما يشربش مني زيت. احنا عارفين إن الزيت غالي الأيام دي، ولازم نخلي الأكل بتاعنا ما يشربش زيت، زي البطاطس زي البدنجان زي الأرنبيط زي السمك. يلا نبدأ الحكاية. الحكاية حلوة، نبتديها بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلنا كده في التعليقات يا جماعة ما ننساش ونحط لايك للفيديو، ولو عجبنا نعمل نعمل له مشاركة. وأنا منتظر رأيكم في التعليقات. لو بتشوفوني لأول مرة، أنا الشيف رضا شعبان فودة، اشتركوا في القناة واعملوا متابعة عشان في حاجات حلوة هتنزل. المقادير اللي معايا لخلطة أو تلحيسة الأرنبيط: كوباية لبن، كوباية دقيق، بطين أو 3، خضرة شبت وبقدونس وكزبرة، الأرنبيط مسلوق، كيس نشا، وكيس بيكنج بودر. البهارات هقولها عليها دلوقتي تكتبوها. هنعمل التلحيسه ديت او الخلطه بالطريقه دي. هنجيبوا مضرب البيض وهنحطه كده الدقيق مع النشا على بعض، وهنحط طبعا البيكنج بودر بعدها. وخلي بالكم في ملحوظه، هتجيبوا كوبايه ميه سخنه، شايفين اللي هتشوفوها دلوقتي. شوفوا الاول المقادير: كوبايه ميه سخنه عشان نخفي بيها الدقيق مع الخلطه دي الاول، بعد كده هنضيف اللبن. انا ماشي واحده واحده عشان خاطر الخلطه تعملوها. وخلي بالكم الخضره انا مقطعها برضو ما هيش ناعمه قوي. هنحط الملح، البهارات يا عم رضا: توم، توم بودره، بصل بودره، وكمون وفلفل اسمر وكزبره وكاري. انا ما حطيتش كاري هنا ليه؟ للاسف ما لقيتوش وكان ناقص عندي، فاكتبوه وحطوا نص معلقه كاري مع الخلطه دي. الكاري طبعا اضافته جميله قوي، بتخلي اللون اصفر، بيخلي لون الارنبيط عامل زي الذهب كده، عيار 24. خلي بالكم. وهنبدا بقى نحط اللبن. انا حطيت الميه الدافيه بتاعتي الاول، وبعد كده حطيت اللبن. ولازم يا جماعه بمضرب بيض عشان تقدروا تخلوها حلوه. انا بضرب هنا بمعلقه، باي حاجه شغال، المهم تطلعوا القوام بتاعها زي ده بالظبط. بعد كده هنحط البيض على حسب ما انتوا عايزين، 3 أو 2 ماشي. يا عم رضا الزيت غالي والبيض غالي، وكل مفيش اغلى منكم ليا في الدنيا، ربنا يخليكم ليا يا رب، وشكرا لدعمكم. انا بعمل الوصفه كامله كما يجب ان تكون. هنا بقى هنحط البيض ونقلب بقى، نضرب كويس لما خلاص كله يدوب في بعضه وتاخد القوام التخين ده. انزل الخضره، شبت وبقدونس وكزبره. هتحطوا بقى التلحيسه بتاعتنا او الخلطه بالشكل ده كده، خلطه الارنبيط، وتحمروا في اي زيت عند حضراتكم. المهم يكون الزيت سخن وكتير عشان خاطر ما يطلعش طري من حضراتكم. بص كده المشهد بقى اهو. ذكرتوا الله، صليتوا على الحبيب النبي، اعملوا مشاركه للفيديو. حبيتوا الفيديو قولوا لي رايكم في التعليقات، ما تنسوش بالله عليكم اللايك. بص بقى المشهد، الله. طبعا طريقه الارنبيط بالتقليه ان شاء الله في الايام اللي جايه باذن الله نقدمه لحضراتكم، وفي وصفات حلوه لسه هتنزل للاكلات البيتي والمطاعم والفنادق، كل حاجه، المشويات، الاسماك بانواعها هنزلها لحضراتكم. احنا منزلين اكتر من 1000 فيديو، لو تقدروا تتفرجوا على اللي يناسب حضراتكم موجود على القناه. في جديد ان شاء الله انتظرونا. دمتم في امان الله، سلام الله عليكم ورحمه